اهلا بكم. النهارده معانا 3 قصص حصلت بالفعل، والثلاثه عن جرائم قتل. القصه الاولى بتقول في يوم 11 ابريل 2007 لقوا ميشيل ماكنيل غرقانه في البانيو في بيتها بولايه يوتا. ساعتها كانت لسه خارجه من عمليه تجميل في وشها، وجوزها هو اللي اقنعها تعمل العمليه دي. مارتن ماكنيل اللي هو جوزها قال ان الوفاه كانت حادثه عاديه، وانها اخذت جرعه زياده من الادويه اللي كان الدكتور كاتبها لها بعد العمليه، ووقعت في البانيو وغرقت وماتت. والطب الشرعي وقتها قال ان سبب الوفاه غير معروف عشان مفيش علامات واضحه انها جريمه قتل. لكن بنات ميشيل ما صدقوش الكلام ده. لاحظوا ان تصرفات ابوهم غريبه بعد الوفاه على طول، زي انه جاب عشيقته جابسي ويلس وعينها مربيه للاطفال بعد ايام قليله قوي من موت امهم. البنات ابتدت تجمع ادله وتراقب تحركات ابوهم، وحاولوا بكل الطرق يقنعوا الشرطه تفتح التحقيق من جديد. ولانهم اصروا على فتح التحقيق اتفتح تاني سنه 2010، والتقرير الجديد اثبت ان جسم ميشيل كان فيه خليط خطير من ادويه كانت مكتوبه ليها وادويه تانية ما كانتش مكتوبه ليها، منها الاوكسيكودون واللي اثر على قلبها وممكن يكون سبب وفاتها. التحقيقات وضحت ان مارتن كان مخطط يخلص من مراته عشان يعيش حياه جديده مع عشيقته، وكمان اتضح انه اعترف بالجريمه لبعض المساجين وهو محبوس في قضيه تانية خاصه بالاحتيال والنصب. وفي 2013 اتحاكم مارتن بتهمه قتل مراته. النيابه ما صدقتش كلامه اللي كان بيقول ان الوفاه طبيعيه، وقدموا ادله على تصرفاته الغريبه والدافع اللي خلاه يرتكب جريمه قتل مراته. وفي الاخر تم ادانه مارتن ماكنيل بجريمه قتل من الدرجه الاولى وكمان عرقله سير العداله، وخد حكم بالسجن من 15 سنه لحد المؤبد. وفي 2017 مارتن اتوفى منتحر في السجن. يا ترى هل حب الراجل لواحده تانية ممكن يكون دافع يخليه يقتل مراته وام عياله، ولا انت حاسس ان كان في سبب تاني؟ والقصه الثانيه بتقول في سنه 2003 قلب المصارع الامريكي من اصل ايراني حسين خسرو المشهور بلقب الشيخ الحديدي اتكسر. الخبر اللي وصل له غير حياته كلها. بنته ماريسا، البنت اللي كانت لسه شابه، اتقتلت على ايد خطيبها اللي المفروض يحميها ويدافع عنها ضد اي حد. الصدمه كانت اكبر من ان قلب الاب يتحملها. راجل قضى عمره بيواجه اشرس خصوم فوق الحلبه، واقف عاجز قدام خصم ملوش شكل ولا صوت. الالم والفقدان. يوم المحاكمه جه ودخل المحكمه، والشيخ دخل القاعه وهو شايل جواه بركان غضب. كان مخبي في بقه شفره حاده وخطته واضحه. اول ما يقرب من قاتل بنته يفتح له رقبته قدام الكل. بالنسبه له ده ما كانش مجرد انتقام، ده كان احساس بعداله اتكسرت وعايز يرجعها بايده. بس في اللحظه اللي قرب ينفذ فيها اهله اتلموا حواليه، دموعهم رجائهم اخترقوا غضبه وقالوا له لو عملت كده هنخسرك انت كمان، ما تخليش موتها يقتلنا كلنا. وقف مكانه متجمد، دموعه نزلت غصب عنه. ساعتها فهم ان اللحظه دي هترسم مصيره، يا اما يضيع ويخسر اكتر من اللي خسره، او يقاوم الغضب اللي جواه ويحافظ على اللي باقي. ومن هنا حصل التحول. بدل ما يمشي في طريق الدم والانتقام، قرر يكرم بنته بطريقه اعظم، انه ينتصر على نفسه. ساب المخدرات والخمره اللي كانت مدمراه وبقى اقرب لربنا وبيعمل الخير. ابتدى يبني حياته من جديد. من الاول كان موت بنته البوابه اللي ربنا فتحها له علشان يرجع ويتوب عن اللي كان بيعمله، وكل خطوه كان بيعملها علشان يقرب من ربنا كان بيحس انها هديه لروح ماريسا. ساعات كتير ربنا بياخد من الانسان حاجه علشان يفوق من طريق الضلال اللي ماشي فيه. والقصه الثالثه بتقول في يوم من ايام سنه 1897 لقوا واحده اسمها إلفا زونا شو ميته في بيتها بمقاطعه جرين براير في ولايه فيرجينيا الغربيه. ساعتها التقرير الاول اللي طلع قال ان موتها كان بسبب حادث، يعني قضاء وقدر ومش جريمه قتل. لكن الغريب حصل بعد 4 أسابيع من موتها. زونا رجعت للحياه بس في احلام امها. ظهرت لمامتها وقالت لها انا ما متش كده قضاء وقدر، انا اتقتلت. بالنسبه للناس انك تشوف قريبك الميت في حلم ده مش غريب، عادي بيحصل. لكن اللي حصل مع ماري جين ام زونا كان مختلف. بنتها ابتدت تزورها في سلسله احلام متكرره وتقول لها ان موتها مش صدفه. جوزها هو اللي قتلها لما اتعصب عليها علشان ما طبختش لحمه على العشاء، وقام بكسر رقبتها. وعلشان تثبت كلامها روح زونا لفت راسها في الحلم لفه كامله. ماري ما سكتتش، خدت القصه كلها اللي حصلت في الحلم بتاعها واللي اتكررت اكتر من مره وراحت للمدعي العام. طبعا الراجل ما صدقهاش خالص، لكن باصرارها وقدرتها على الاقناع وافقوا يفتحوا القبر ويشرحوا الجثه. ولما عملوا التشريح لقوا فعلا ان كلام الام صح، زونا ماتت مقتوله ورقبتها مكسوره. المتهم كان جوزها ادوارد شو. وفي 11 يوليو 1897 المحكمه حكمت انه مذنب بجريمه قتل مراته. المحلفين اغلبهم كانوا عايزين يحكموا عليه بالاعدام، لكن ما كانش فيه اجماع، فاتحكم عليه بالسجن المؤبد في فيرجينيا الغربيه.
وبعد 3 سنين من دخوله السجن مات هناك وسط وباء كان منتشر ساعتها. عاوز اقول لك ما تخليش الغضب يسيطر عليك ويخليك تاخد قرار تندم عليه طول عمرك. لو كنت زهقان مع مراتك ممكن تطلع بره شويه او تخرج مع اصحابك او تقعد في اوضه تانية، المهم انك تبعد لحد ما الدنيا تهدى وترجع تحل المشكله. ولا انت رايك ايه؟ وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو المحتوى عجبك ادعمنا باللايك والاشتراك لان ده بيفرق معانا جدا.